وبيبدأ في المنف محمية للأفيال، وبتظهر شانكو على ظهر فيل وبيقول لها دكتور ناير مش ملاحظة ان الأفيال هادية الأيام دي؟ فبتقول له ايوه ملاحظة كده فعلا، لكن ما تستعجلش شوية وهيجي موسم التزاوج وهنشوف بقى العفرطة على حق. فبيقول لها ناير راج وحشني جدا وذكرى وفاة مامته ال10 قربت جدا، تفتكر هيجي؟ فبتقول له شانكو ان شاء الله هيجي، وبعدين طالما وحشك قوي كده ما تتصل عليه. وفجأة بيبص ناير وبيلاقي طيارة إلكترونية فوق راسه وبتصور الأفيال. فبيقول لشانكو تفتكر الطيارة دي تبع قسم الغابات؟ فبتقول له لا دي تبع شخص تاني. وبنشوف جاك وهو قاعد في بيته وبيتحكم في الطيارة دي من الايباد بتاعه، وشانكو بتخلي الفيلة دي تناولها حجر وبتنشن على الطيارة وبتكسر العدسة بتاعتها. فبيبعت جاك طيارة تانية وبتصور الأفيال وبيشوف الفيل بهولة اللي هو أنيابه ضخمة جدا في المية، فبيندهش وبيتصل على كشاف وبيقول له انت شايف اللي انا شايفه؟ فبيقول له كشاف شايف يا حبيبي شايف، دي اكبر انياب شفتها في حياتي. فبيقول له جاك احنا لو حصلنا على الانياب دي هناخد من وراها مبلغ كبير جدا هينقلنا لمكان تاني، وانا واثق انك هتكون قد المسؤولية دي. فبيقول له كشاف ان شاء الله هكون قد المسؤولية وهحصل عليهم وهجيبهم له. وبنروح على مومباي وبيظهر دكتور راج في عيادة الطب البيطري، وبيروحوا الاثنين المتجوزين دول معاهم ببغان، وبيقول للزوج احنا محتاجين مساعدتك لان جوازنا في ورطة دلوقتي بسبب الكائن ده. فبيسألوا راج خير فيه ايه؟ فبيقولوا ان الطائر ده كل ما بيشوفني بينبح عليا. فبتقول له الزوجة لو سمحت اتكلم عنه باحترام لانه مش كلب عشان ينبح عليه. فبيسألهم راج انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين يا جماعة؟ فبيقول له الزوج بقالنا سنة. فبيسأل الزوجة وبيقول لها والطائر ده بقاله قد ايه معاكي؟ فبتقول له بقاله 7 سنين. فبيقول لهم خلاص يبقى اللي بيحصل ده امر طبيعي لان الطائر بيعتبرك حبيبته ولازم انتوا الاتنين تحبوه بقدر واحد. وبتقول ميشيل لراج وهو خارج باباك اتصل وبيسأل اذا كنت هتسافر عشان تحضر ذكرى وفاة مامتك ولا لا. فبيقول لها راج مش هسافر لاي مكان وهفضل هنا وهصلي لها من هنا زي كل سنة. فبتقوله طب على الأقل اتصل على باباك وقول له كده بنفسك. فبيقول لها راج أنا مستعجل جدا وبيمشي. وبيروح راج عشان يتمرن وبيفتح الخزنة وبيحط فيها الموبايل، وقبل ما يقفل بيلاقي باباه باعت له رسالة وبيقول له فيها تعال احضر ذكرى وفاة مامتك وما تخليش الخلاف اللي بيني وبينك ينسيها لك. وبيبدأ راج في تمرينه وبيتخيل مامته قدامه وبيتخيل نفسه في الغابة وميرا بتقطع عليه التمرين وبتعرفه انها صحفية من رابطة حماية الحيوان. فبيسألها راج طب وعاوزة مني ايه؟ تبرع يعني؟ فبتقوله لا احنا مش محتاجين لان عندنا 2 مليون متابع موجودين على القناة بتاعتنا، وفي الحقيقة بقى انا بعمل قصة عن باباك وعن الفيلة بتاعته وعايزاك تساعدني. فبيقول لها راج يا ستي روحي اتكلمي معاه هو شخصيا انا ماليش دعوة. فبتقوله انا فعلا مسافرة له بكرة بس كنت عاوزة. فبيرزع راج باب الحمام في وشها وبيقطع كلامها وبتخرج ميرا وبتستناها عند العربية وبتقوله ممكن سؤال واحد بس. فبيبص راج وبيلاقي شباب بيعذبوا كلب علشان يصوروا فيديو، فبيسيب ميرا وبيطلع لهم وبيقول لهم نزلوا الكلب بدل ما علقكوا مكانه. فبيحاول ده ان هو يضربه، فبيمسك راج رجله وبيكسرها له وبيضربه بالشوز في مناخيره، فبيخافوا وبيجروا. فبتقول لهم ميرا رايحين فين؟ تعالوا لما هصوركوا فيديو زي ما كنتوا بتصوروا الكلب بالظبط. وبتجري وراهم وبتلاقيهم راحوا لباقي اصحابه، فبتخاف وبترجع عند راج. فبيديها راج الكلب وبيهجم هو عليهم وبيفضل يضرب فيهم كلهم واحد ورا التاني وبيكسر لهم مناخيرهم وبيعلق اللي كان معلق الكلب. فبيقول له انا اسف والله ومش هعمل كده تاني ابدا. فبينزلوا راج وبيطلعوا يجروا كلهم والكلب بيجري وراهم. صحيح يوم ليك ويوم عليه. وميرا بتقول لراج لما انت بتحب الحيوانات قوي كده طب ليه بقى مش بتروح تساعد باباك في انقاذ الافيال؟ فبيرجع لهم الكلب تاني وبتساله ميرا ها هتعمل ايه فيه؟ فبيقول لها راج استخدمي انت بقى متابعينك ولاقي له بيت عشان ياخدوه يتبنوه. وبيتصل راج على ميشيل وبيقول لها احجزي لي تذكره لتشاندريكا. فبتقول له حجزتها بالفعل لاني كنت حاسه انك هتسافر. وتاني يوم بيسافر راج في الباص وربنا بيرزقه براكب جنبه بيطلع عينه، وبالصدفه بتكون ميرا في نفس الباص لكن من ورا وبتشوفه. وفجاه بيقف الباص وبينزل راج وبيبص عليه وبيعرف فيه ايه معطل الطريق، وبيلاقي مجموعه افيال واقفين وبيحاول واحد ان هو يحدف عليهم صواريخ عشان يخوفهم علشان يخليهم يمشوا والطريق يتحرك. فبياخد راج الصواريخ من ايده وبيطفيها وبيروح يروض الافيال وبيعرف انهم في حاله حداد. وبيسال راج الشخص ده هو في فيل مات هنا؟ فبيقول له ايوه في واحد مات في حادثه الاسبوع اللي فات. فبيواسي راج الافيال وبيطلب منهم يمشوا، فبيسمعوا كلامه وبيمشوا وبيندهشوا الناس كلهم من راج لانه عرف يتعامل معاهم. وميرا بتقول له اكيد انت وارث الميزه دي من باباك صح؟ فبيقول لها راج لعلمك بقى اي حيوان بيسمع الكلام طالما بتتعاملي معاه بحب واحترام. وبيقول لها وبعدين تعالي هنا انت بتطرديني ولا ايه؟ فبتقول له لا طبعا مش انا قلت لك امبارح اني مسافره لباباك الصبح، انت بقى اللي شكلك كده نسيت. وبيتحرك الاتوبيس بيهم وبيوصلوا على المحط وبيقول راج لميرا ايه الشنط دي كلها؟
الله انت ناويه تسكني هنا ولا ايه؟ فبتقول له ميرا لا يا خفيف انا بحب اسافر بحاجتي كامله. وبيتصل جاك على كشاف وبيقول له انا لقيت مشتري للانياب وجاي من سنغافوره، لا وهيدفع لنا مبلغ كبير جدا وهيوصل بعد 3 ايام. فبيقول له كشاف تمام ماشي. وبيقول راج لميرا انت مش كده رايحه عندنا، ما تيجي معايا. فبتقول له لا انا حجزت تاكسي هيوصلني. فبيقول لها تاكسي ايه يا بنتي؟ انت هبله ولا ايه؟ انت فاكرانا في مومباي؟ احنا هنا في غابه وممكن يحصل لك اي حاجه. فبتقول له انا اعرف احمي نفسي كويس قوي. وبتسيبه وتمشي. وبتفرح شانكو لما بتشوف راج وبتنادي عليه وبيسلموا على بعض وبيركبوا القارب ده. وبيتنفس راج براحه بسبب نقاء الجو. وبيسال شانكو عن احوالها وبيقول لها ما بتفكريش تسيبي الغابه؟ فبتقول له شانكو مش هينفع، لازم واحد مننا يفضل هنا علشان يراعي الافيال مع باباك. فبيقول لها راج ديف عامل ايه؟ وبيسالها لسه ما اتجوزتوش لحد دلوقتي؟ فبتقول له شانكو هو بخير جدا لكن عمرنا ما هنتجوز لاني بعتبره زي اخويا بالظبط. وبتكون بتحبه هو يا غبي، واضح جدا من نظراتها له. وبيوصلوا على البيت وبيرحب جايش والعمه براج. وبيجري راج وبيسلم على الفيله ديدي صديقه طفولته وبيلاقيها زعلانه منه فبيفضل وراها لحد ما بيصالحها. وبيسلم على باباه وبيساله باباه هتقعد معانا شويه؟ فبيقول له راج لا انا همشي بعد الاحتفال بذكرى وفاه ماما على طول لان عندي شغل كتير في مومباي. فبيقول له باباه تمام يا ابني براحتك. وبيطلب منه ان هو يفحص ديدي. فبيفحصها راج وبيقول له انها حامل. وبيساله مين اتجوزها؟ فبيقول له بهوله ملك غابتنا. وبينزل كشاف بفريق من الصيادين الغابه وبيراقبوا الافيال بالطياره الالكترونيه. وبيقول ناير لراج تعال اشرب معايا. فراج بيقول له خد المشروب ده افضل. فبيقول له ناير هو عشان يعني عليه ستيكر مستورد يبقى افضل؟ فبيتضايق جدا راج وبيقول له انا عارف انك ما بتحبش اي حاجه من خارج الغابه والا كان زمانك خدت ماما خليتها تتعالج في مومباي بدل ما تموت. فبيقول له ناير انت كنت صغير وقتها وما كنتش فاهم اي حاجه. فبيقول له راج اديني كبرت اهو فهمني بقى. فبيسكت ناير وراج بيتضايق جدا وبيسيبه ويمشي. وبتوصل ميرا بعد معاناه وبتسلم على الدكتور ناير وبتفضل تندح فيه وبتقول له انا قريت كل ابحاثك وان شاء الله بمساعدتك هخلي العالم كله يعرف كل اللي انت بتعمله مع الافيال. فبيقول لها تمام ماشي. وبينادي على جيش عشان يساعدها في شيل الشنط. وبيقول لها ناير احنا عاملين حفله بكره واتمنى انك تحضريها معانا. فبتقول له ميرا ان شاء الله. وبيسال راج شانكو ايه ده هو الموتوسيكل ده لسه شغال؟ فبتقول له ايوه طبعا باباك بيهتم بيه طول ما انت مش موجود يعني على امل انك هترجع تاني. فبيقول لها راج بزعل انا ما كانش لازم ارجع اصلا. فبتقول له شانكو انت عارف ان مامتك كانت بتعاني من كانسر وباباك ما اثرش معاها في اي حاجه. فبيقول لها راج انا عارف انك بتقولي كده عشان تصلحي بيني وبين بابا وانا كمان نفسي في كده لكن صدقيني الموضوع صعب جدا. وبتساله انت رايح فين؟ فبيقول لها هروح اشوف بهوله لانه وحشني جدا. فبتقول له طب خليك حذر لانه ما بقاش بهوله الصغير اللي انت سبته زمان ده بقى زعيم القطيع. فبيقول لها راج سيبيها على الله. وبيمشي. وفي الطريق راج بيفتكر ذكريات طفولته وحزن الفيل بهوله عليه وهو ماشي. وبيهاجم تعبان راج وهو واقف لكن بيلحق راج نفسه وبيمسكه بسرعه. وبيبص راج وبيلاقي البيت بتاع التعبان على الارض فبيعرف انه هاجمه علشان كده فبيطمنها وبيحطها على البيت بتاعها. والفيل بهوله بيشوف راج وبيشبه عليه فراج بيعمل له حركه بيفكروا بيه وبينزل يلعب معاه في الميه. وبيكون كشاف مراقب بهوله بالطياره الالكترونيه وبيقول لرجالته انا مش عاوز حد منكم يشرب بالليل وجهزوا اسلحتكم علشان هنصطادوا النهارده. وبيودع راج بهوله وبيقول له ان شاء الله هرجع لك تاني لما تبقى اب بقى. وبيرجع راج على البيت وبيدخل على اوضته وبيجهز شنطته فبيدخله باباه الشاي وبيقول له انت كنت عاوز تعرف انا ليه ما خدتش مامتك على مومباي لان دي كانت رغبتها هي لانها بتحب المحميه وكانت عايزه تموت فيها. فبيستوعب راج كلام باباه وبيشرب الشاي بالنفس وبيشكره عليه وبيحس ان هو ظلم باباه. وبيعملوا تجهيزات الاحتفال وبيشكرهم راج وهو مبسوط جدا وبيتصالح مع باباه. وبتقول ميرا لشانكو انا عاوز اكتب قصه عنك لان انت الانثى الوحيده اللي بتركب الافيال هنا. فبتقول لها شانكو انا قصتي تستنى لكن قصه الدكتور ناير ما تستناش لان المحميه محتاجه لفلوس. وبيوصل ديف حارس الغابه وبيسلم على شانكو وميرا وبيفرح بوجود راج جدا وبيساله انت لسه بتتمرن؟ فبيقول له راج ايوه طبعا. فبيقول له ديف طب تعالى واجهني كده. فبيقول له راج بلاش بدل ما تتاذى وساعتها ما نلاقيش حد يحمي الغابه غيرك. وبيضحكوا مع بعض وبيفتكر راج ذكرياته مع مامته يوم موتها وبيعمل طقوس الاحتفال هو وباباه. وبعد ما بيخلصوا بيقدموا الاكل للكل. وبتقول ميرا الراج ان الاحتفال كان جميل جدا وواضح ان مامتك كانت مميزه. فبيقول لها راج بالظبط كده. وبتقول شانكو الراج ان ميرا ذكيه ومتعلمه ومن الواضح انها بتحبك. فبيقول لها راج وانا هعرف منين يعني؟ فبتقول له شانكو مش مهم تعرف منين المهم انت ايه شعورك اتجاهها. فقبل ما يجاوبها بيوصل المعلم جاجا وهو سكران وبيقول لهم قتلت الافيال هنا ومش هيخلوا ولا فيل واحد عايش.
فبيتصدم راج من منظره وبيسأله انت ايه اللي حصل؟ فبيقول له جاجا انت اللي كنت فين من زمان؟ مش قلت لك ما تمشيش وتسيب الغابة دي ابدا؟ اهو جشع الناس دمرها. وبيديله حظاظة مبروكة وبيلبسها له عشان تحميه. وبيسأل راج ديف من امتى باباك بدأ يشرب وازاي ما تمنعوش؟ فبيقول له ديف هعمل ايه بس؟ انا حاولت معاه كتير لكنه شايف ان ده بيساعده على نسيان الامه. هعمل له ايه؟ فبيقول له راج يعني ايه هتعمل له ايه؟ انت ابنه يا ابني، انت بتستهبل. فبيقول له ديف الله ما انت كمان ابن البابا، كنت عملت له ايه يعني؟ وبياخد ديف باباه وبيمشي وبيخلص الاحتفال والديو بيمشوا. وبيبعت شخص مجهول القرد بتاعه علشان يسرق الموبايل بتاع الدكتور ناير. وبتمطر الدنيا فجأة وبيحس بهولة بالصيادين وبيصرخ. فبتسمع ديدي صراخه وبتقطع الجنزير وبتخرج عشان تروح له. وبيشوفها دكتور ناير وبيروح وراها بالعربية. وبيصحى راج وشانكو وما بيلاقوش ديدي في مكانها فبيستغربوا جدا وبيحسوا ان في حاجة غلط بتحصل. وبتقول لهم ميرا انا شفت دكتور ناير وهو ماشي ورا ديدي بالعربية. وبيحاصر كشاف ورجالته الافيال وبيضربوا عليهم نار. وبيسمع راج صوت الرصاص وبسرعة بياخد الموتوسيكل عشان يروح لهم. وعربية دكتور ناير بتغرز من المطرة فبينزل يكمل طريقه ماشي ورا ديدي. وبيفضلوا المجرمين يقتلوا في الافيال. وبينشن كشاف على بهولة وما بيسيبهوش الا لما بيخلص عليه. وبيهجموا المجرمين على راج وبيحاولوا انهم يقتلوه لكن بيدافع عن نفسه. وبيفضل يضرب فيهم كلهم واحد ورا التاني بكل قوة وبكل عنف لحد ما بيصعقوه بالكهرباء وبيخلوه يفقد الوعي. وبتوصل ديدي وناير عند الافيال وبيلاقوهم كلهم ميتين. وبيشوفهم نايل وهم بيقطعوا انياب بهولة فبيقول لهم انتوا مين يا مجرمين؟ فبيظهر له كشاف وبيضربوا بالنار. وبيسمع كشاف سرينة حراس الغابة فبيقول لرجالته هاتوا راج معانا ويلا نمشي من هنا بس بسرعة يلا. فبيهرب راج منهم وبيروح عند ديدي وبيتصدم لما بيلاقي الافيال مقتولة. وبيسمع باباه وهو بينازع فبيجري عليه وبيتصدم لما بيلاقيه مضروب بالنار. وبيقول له بابا انت رجعت على البيت. وبيموت وبيحزن جدا راج علشانه. وبتوصل شرطة الغابة ومعاهم ميرا وشانكو وبيتصدموا من المنظر. وبتفضل شانكو وميرا يعيطوا على الافيال وعلى دكتور ناير كمان. وبيقول ديف لراج ما تقلقش انا مش هخلي اللي عملوا كده يفلتوا مننا ابدا. فبيقول له راج ومين قالك بقى اني هسمح لهم اصلا ان هم يفلتوا باللي عملوه ده؟ وبيعملوا الشرطيين كمين على الطريق وبيفتشوا العربيات. وبيقف كشاف في الكمين وبيسالوا الشرطي ده انت كنتوا فين كده؟ والشخص اللي جنبك ده ايه اللي حصل له؟ فبيقول له كشاف كنا بنصطاد سمك واللي جنبي ده حاول يصطاد ارنب ودخل في شجره. فبيفتش الشرطي العربيه من ورا وفعلا بيلاقي فيها سنانير وبوكس سمك. وبيجيله مكالمه على سلكي وبيقول له فيها افتح الحاجز احنا خلاص لقينا الانياب. فبيسيب الشرطي كشاف يمشي وبيفتحوا الحاجز. وتاني بيتكلموا الاعلاميين على سرعه الشرطه في العثور على الانياب. وبيحرق المفتش الانياب قدام الكل وبيقول لهم احنا مش هنسمح لحد يسرق غابتنا ابدا. وبتكون ميرا هناك وبتصور الانياب وهي بتتحرق. وبيعملوا عزا دكتور ناير وراج بيحرق جثه باباه. وبتكون الافيال حزينه جدا على موته. وبتوصل الشرطه اثناء العزا وبيقول المفتش لراج احنا لقينا مكالمات مسجله بتثبت ان باباه كان متورط مع الصيادين. فبيغضب جدا راج وبيتعصب عليه وبيمسك فيه فبيعتقلوه الشرطيين. لكن ديف بيحاول يتكلم مع المفتش عشان يسيبه. فبيقول المفتش خليك في شغلك وسيبني اشوف شغلي. وبياخد راج على الحجز وبيكلبشه في الترابيزه. وبيقول المفتش امضي على ان انت وباباك كنتوا متآمرين مع الصيادين. فبيقول له راج انا مش همضي. فبيضربه المفتش وبيقول للشرطيين اكسروا له ايده لانه حاول ان هو يخنقني بيها. وبيمشي وبيقول لهم راج سيبونا امشي احسن لكم. فبيقول للشرطي ده هتعمل ايه يعني؟ وبيحاولوا انهم يكسروا له ايده فعلا بالشاكوش لكن مش بيعرفوا. وبيضربهم راج هم الثلاثه وهو متكلبش. وبيحاولوا انهم يسيطروا عليه لكن مش بيعرفوا. وبيرزعهم حته علقه. وبتوصل شانكو وميرا على الاسم وبيكون معاهم الفيله ديدي وبيربطوا شباك الحجز في الفيله وبيخلوها تشد وتكسره. وبيخرج راج منه وبيلاقي ميرا مجهزه له الموتوسيكل بتاعه فبيركبه وبيهرب بسرعه. وبيجي اتصال للمفتش ان راج هرب من الحجز. فبيقول لهم المفتش بلغوا كل نقاط التفتيش ان هو مجرم خطير وخليهم يقبضوا عليه. وبيظهر القرد اللي سرق موبايل دكتور ناير عند المفتش وبنعرف ان هو اللي كان متورط مع الصيادين. وبيقابل راج ميرا وشانكو وبيقول لهم ان المفتش خاين ومتآمر مع الصيادين وانه عاوز يورطني انا وبابا بالكذب معاهم. فبتقول له ميرا ازاي ده وهو اللي لقى الانياب وحرقها قدامي ومعايا فيديو بده كله. فبيقول لها راج وريهولي كده. فبتوريهوله وبيقول لهم راج دي مش انياب بهوله دي حيله علشان يوقفوا البحث عنها. وبيقول لهم انا هروح ادور على الصيادين في الغابه وانتوا خلوا ديف يقابلني هناك. وبتروح شانكو تصحي ديف من النوم علشان يروح لراج وبتقول له انا هاجي معاك. فبيقول لها لا خليك انت هنا وما تقلقيش راج هيكون بخير لاني عارف انك بتحبيه وكنت مستنيه رجوعه بفارغ الصبر. وبيمشي وشانكو بتبص وبتلاقي ميرا مستخبيه في العربيه بتاع ديف من ورا. فبتركب هي الفيل وبتروح وراهم وبيشوفها جاجا من الشباك وبيخرج هو كمان وراهم. وبيوصل راج عند التمثال اللي في
الغابة وبيشعل النار، وبيفتكر لما جاجا كان بيدربهم على القتال بالعصا في نفس المكان ده، وبيفتح الصندوق اللي كانوا بيشيلوا فيه العصيان وبيلاقي فيه أنياب بهولة، وبيوصل ديفا عند راج وبيقول له راج أنا لقيت أنياب بهولة وأكيد المجرم هيجي عشان ياخدهم، خلينا نستناهم هنا. فبيقول له ديف لا خلينا نمشي لأنهم أشخاص خطيرة جدا ومن الصعب التغلب عليهم. فبيقول له راج معنى كده إنك متورط معاهم؟ فبيقول له ديف أنا الفلوس اللي باخدها منهم بصرفها على شعبي علشان يعيشوا، لأن أحيانا بيجي عليهم وقت ومش بيلاقوا لقمة ياكلوها ولا هدوم يلبسوها، وبعدين كل اللي بسمح لهم بإنهم ياخدوه هم نبيين 3 في السنة. فبيغضب جدا راج وبيتعصب عليه وبيقول له أنت مين أنت عشان تسمح لهم أو ما تسمح لهمش؟ وميرا بتكون بتصورهم، وبيرفع ديف المسدس على راج وبيقول له خلينا نمشي من هنا وإلا إحنا الاتنين هنموت. فبيمسك راج العصاية وبيقول له خلينا نسوي خلافنا بالطريقة القديمة، وبيقطع كشاف ورجالته الطريق علشان وهي ماشية بالفيلة وبيأسروها كمان، وبيتخانق ديف وراج وبيفضلوا يضربوا في بعض بكل غضب، لكن في النهاية راج هو اللي بيقدر يسيطر عليه وبيضرب ديف بكل قوته وبيسأله مين المسؤول عن موت بابا. فبيقول له ديف صدقني دول ناس خطيرة ومش هتقدر عليهم. فبيقول له راج انت اخويا ولو وقفنا مع بعض هنقدر نتغلب عليهم. وقبل ما يخلصوا كلامهم بيلاقوا المجرمين هجموا عليهم، فبيدافع راج عن نفسه وبيضربهم كلهم، ولسه هيموت ده بيلاقي كشاف ورجالته قدامه وبيكون معاهم شانكو وبيقول له كشاف سيبه والا هقتلها. فبيسيبوا راج وبيقول كشاف لرجالته روحوا هاتوا الانياب، وبيقوم ديف وبياخد مسدسه علشان يقتل كشاف، لكن بيضرب كشاف راج رصاصه في كتفه وبيخلص على ديف. وميرا بتشغل سرينه عربيه الشرطه في العربيه، فبيخافوا وبياخدوا الانياب وشانكو وبيهربوا بسرعه. وبيفوق راج وبيلاقي المعلم جاجا وميرا قدامه، وجاجا بيشجعه عشان ما يستسلمش للموت وبيخرج له الرصاصه وبيعالج جرحه وبيحرق جاجا جثه ابنه وهو حزين جدا عليه. وبتفضل شانكو تتخانق مع كشاف بسبب قتله البهوله، فبيقول لها كشاف انا صياد ولو كنت اخطأت هدفي ما كانش الفيل هيرحمني ابدا. فبتقول له انت جزار مش صياد، فبيضربها ده بالقلم. فبيضربه كشاف وبيقول له مالكش دعوه بيها تاني ابدا، وبيقول لشانكو اتعاملي معايا بحذر احسن لانهم مجرمين ومش بيرحموا حد، وبياخدها معاهم على القارب وبيمشوا. واخيرا راج بيتعافى وبيعتذر لجاجا لانه ما قدرش ينقذ ديف. فبيقول له جاجا ما تعتذرش لان الطريق اللي هو اختاره هو اللي وصله لكده. فبيقول له راج يعني انت كنت عارف كل حاجه؟ فبيقول له جاجا ايوه لكن الاختيار كان صعب جدا بين ابني والافيال وعلشان كده انا اخترت الكحول. فبيقول له راج بس ديف فاق لنفسه ورجع عن الطريق اللي كان ماشي فيه ومات وهو بيحاول ينقذني. فبيفرح جدا جاجا وبيقول له يبقى كده روحوا هتركض في سلام، وبيدعي له وبيسالهم راج فين شانكو؟ فبيقول له جاجا خدوها معاهم. فبيقوم راج عشان يروح ينقذها وبيفتح موبايل المجرم المقتول ده وبيقول لهم انهم خدوها على براديب انا رايح لها. فبيقول له جاجا انا هاجي معاك. فبيقول له راج لا خليك انت لان دي معركتي انا، وجي وقت اللحظه اللي انت دربتني علشانها وانا بوعدك اني هرجع شانكو بسلام. فبتقول له ميرا بس الشرطه ماليه الطريق. فبيقول لها راج محدش هيقدر يوقفني، وبيركب الموتوسيكل وبيمشي وبيقول لهم جاجا يلا نروح وراه انا عارف طريق مختصر. وجاك بيروح بالمشتري الكشاف وبيوصل راج على مكانهم وبيهاجم الحراس وبيضربهم كلهم واحد ورا التاني، وبيدخل جوه وبيلاقي رجاله جاك في طريقه فبيهجم عليهم زي الوحش وبيفضل يضرب فيهم كلهم بكل قوته وبكل مهاره. وبيجري راج بسرعه على العربيه دي وبيمسك حجر من على الارض وبيحدفه في وش السواق فبيغير طريقه وبيعمل حادثه. وبيوصل جاك بالمشتري عند كشاف وبيعرفهم على بعض وبيمد المشتري ايده الكشاف عشان يسلم عليه، فمش بيديله كشاف ايده وبيقول له ممنوع الاسلحه هنا. فبيقول له المشتري بس انا رجالتي ما بيشيلوش اسلحه دول بيشيلوا سواطير بس. ونعم التربيه يا عم الحاج بجد والله يعني. وبيطلع راج على الشجره وبينط على السقف وبيضرب ده وده كمان وبيوقعه تحت. وبتوصل ميرا ومعاها جيش وبيروحوا على المستودع وبتصور ميرا المجرمين في بث مباشر وهم بيتفاوضوا على الانياب، وبيشوف ده راج وبيحاول يقتله فبيوقعوا راج وبيشوفوا كل الموجودين راج وبيضربوا عليه نار، لكن راج بيقدر يهرب من رصاصهم وبينط يدخل لشانكو وبيفكها. وده بيشوف ميرا وبيثبتها بالمسدس وبيستخبى جيش وبيحدف صندوق على راسه وبينقذ ميرا منه وبيدي الراجل ده بالرجل يطيره وبيخرج يضرب دول وبياخد شانكو وبيجروا فبيقابلوهم دول فبيضرب راج ده بالرجل في صدره وبيخلص على ده وبيجري يخبي شانكو من ضرب النار وبينقذ نفسه من سكاكين رجاله المشتري وبيضربهم هو. فبيشيل الدرفيل ده راجل وبيحدفه على الصناديق فبيقوم راج وبيمسك سلك فيه كهرباء وبيهوش بيه الدرفيل ده وشانكو بتحدف ده بحديده في وشه قبل ما يضرب نار على راج وبياخد الدرفيل ده شحن الكهرباء تكفيه سنه لقدام. يلا يا عم مع ان الكهرباء غاليه. وبعدها بيديله راجل قاضيه وبيخلص عليه يا خساره راح بالكهرباء. وبيقول كشاف للراجل بتاعه يا جنيله
الفيلة، رحنا عشان نصطاد فيل، جه أسد ورانا. وبتوجه ميرا للشرطة رسالة مباشرة بمكانها اللي هي موجودة فيه وبتطلب مساعدتهم. وبيحاصر كشاف ورجالته راج وشانكو، ولسه هيقتلوهم بيلاقوا جاجا داخل عليهم بالفيلة ديدا، وراج بيضرب السلاح من ايد كشاف يوقعه وبيمسكه من رقبته. وبيدخل جاجا على رجال الكشاف وبيفضل يضرب فيهم كلهم واحد ورا التاني، وكشاف بيطعن راج بالسكينة ببطنه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. لكن في الآخر راج هو اللي بيقدر يسيطر على كشاف وبيضربه بكل قوته انتقاما منه على اللي عمله بباباه وعلى اللي عمله في الأفيال كمان. وبيروح يضرب مع جاجا في المجرمين، وبيتسحب كشاف بالراحة ومحدش شايفه وبياخد مسدسه عشان يقتل راج. لكن بتشوفه الفيلة ديدي وبتفتكر لما قتل دكتور ناير قدامها وبتجري تخلص عليه، وبتوصل الشرطة وبتقبض على المشتري وجاك وعلى كل رجالتهم كمان. وبيجي لديدي وجع الولادة وبياخدوها بسرعة على مكان آمن عشان تولد فيه بسلام. وبعد 3 شهور بيعملوا احتفال في المحمية، وأخيرا بيقدروا يحصلوا على تبرعات كتير جدا للمحمية، وده بيكون بفضل ميرا. وبنشوف آشا ابن ديدي، وميرا بتعرض لهم فيديو سجلته مع دكتور ناير قبل ما يموت وبيتكلم فيه عن المحمية والأفيال. وبيقول إن لو الناس بطلت تشتري المنتجات المصنوعة من العاج، المجرمين هيوقفوا قتل في الأفيال. وبيقرر الراجل البقاء في الغابة للأبد ورعاية الأفيال، وبتقبض الشرطة على المفتش الخاين. والدنيا كده بتكون حلوة جدا في المحمية. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو أول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وإن شاء الله اللي جاي هيعجبكم أكتر وأكتر.